عندك كبد وقوانص، يلا بينا نعمل الغدا الجميل. النهارده كان عندي كده الا ربع من الكبد والقوانص، غسلتهم كويس جدا وقطعتهم كده على 3. وبعد كده هجيب بقى معلقه من السمنه كده تكون مليانه وحلوه، وبعد كده بقى هحط عليها الكبد والقوانص. عايزه اقول لكم الوصفه بتاعت النهارده بجد حلوه جدا، غدا ملوكي. باحط كده الجبن والقوانص وبافردهم كده في الطاسة، وأهم حاجة إن تكون الطاسة سخنة وما افضلش أقلّب فيهم كتير، علشان خاطر مش عايزة السوائل بتاعة الكبد والقوانص تطلع عشان ما تنشفش معايا وتجلِّد كده. وبعد كده بقى باحط الملح بتاعي، هنا طبعًا الملح على حسب الرغبة. وبعد كده باحط بقى معلقة من الفلفل الأسمر صغيرة، ونُص معلقة من السبع بهارات، وباقلّبهم بقى مع بعض تقليبة كده، وباسيبهم بقى كده لحد لمّا اللون بتاعهم يحمر ويستووا تمامًا بالمنظر دوّة. أول لمّا يستووا كده تمامًا، هاجيب بقى معايا هنا كيلو من الرز الأبيض المصري، غسلته كويس جدًا وصفيته، وبعد كده بقى باضيف عليه الكبد والقوانص بتاعتي. وعايزة أقول لكم لازم تنزّلوا البهاريز بتاعتها ديّة، حاجة كده بجد مش قادرة أقول لكم، بيودّي الرز بجد طعمه في حتة تانية خالص. بانزّله كويس جدًا كده البهاريز ديّة عشان خاطر هي اللي هتدّيني الtaste والطعم الجميل، وأقلّب بقى الرز مع الكبد والقوانص كويس جدًا علشان خاطر يتغلّفوا اللي هو السمنة بالرز كده اللي هي بتاعة الكبد والقوانص. معايا بقى هنا لتر من لبن الحليب، وبعد كده حطيت عليهم معلقة من الملح، وبعد كده حطيت عليهم طرف كده معلقة من الفلفل الأسمر. طبعًا عايزة أقول لكم إن ما تكتروش ملح عشان خاطر ما يبقاش حادق. أنا حطيت كيلو اللبن وحطيت كمان مَج مَيّة، مَج مَيّة دوّة كان اللي هو بسعة 200 مِلِّي. ما احتجتش إن أنا أحط مَيّة تمامًا. وبعد كده في الوقت دوّة أنا مسخّنة الفرن، شغّلت الفرن البوتاجاز على النار من تحت، ما كنتش مشغّلة الشواية أول لمّا ابتديت أشتغل في الكبد والقوانص، علشان خاطر عايزة الرز بتاعي يطلع مضبوط، وعايزة الفرن بتاعي كمان يكون سخن. بُصّوا بقى ما شاء الله، ولا معجِّن ولا احتاج منّي مَيّة ولا أي حاجة، أخَد معايا ساعة في الفرن. وطبعًا كل واحد الفرن على حسب يعني هو عالي والّا واطي. أول لمّا بتاخدي الرُزاية كده وتلاقيها استوت كده تمام. أنا ما احتجتش إن أنا أحط سمنة، لإن أنا كنت حاطة سمنة طبعًا وأنا باشوّح الكبد والقوانص. ساعات الأول كنت باحط لمّا باحتاج سمنة، كنت أول لمّا الرز ألاقيه استوى كده كنت باحط على الوش سمنة أو زبدة، طبعًا على حسب بتحبوا تعملوها بإيه. بس عايزة أقول لكم بجد الأكلة حلوة، حلوة، حلوة فوق ما تتخيلوا. بجد لو أنتم ما عملتوش الرز بالكبد والقوانص قبل كده، يا ريت تعملوه. ويا ريت كمان لو أنتم لسه بتتفرجوا على الفيديو وما عملتولوش لايك، انزلوا اعملوا لايك وشيّروا الفيديو. وعملت بقى معاه هنا ملوخية خضرا بجد تستاهل بُقُّكم، وعملت كمان حبّة بقى بتنجان مخلِّل. بجد الغدوة كانت تحفة. بُصّوا، اتفضّلوا معايا، دمتم في رعاية الله. ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة لو أنتم أول مرّة تشوفوني علشان خاطر ييجي لكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.